ترند جديد لافت. تحولت صفحة قاع الهامور لمساحة واسعة للسخرية والتعبير عن الأوضاع في مصر، مع توجيه انتقادات لممارسات وسياسات النظام المصري. الصفحة بدأت في إطار ساخر، لكن محتواها سرعان ما تجاوز الكوميكس، وبقى بيتناول قضايا الغلاء وتراجع مستوى المعيشة والأزمات اليومية اللي بيواجهها المواطن المصري. ومع الانتشار الكبير للصفحة بدأت أعداد متزايدة من المصريين يستخدموا التعليقات والمنشورات للتعبير عن غضبهم وانتقادهم للواقع السياسي والاجتماعي. اللافت أن السخرية بقت وسيلة آمنة نسبيا للتعبير عن آراء يصعب على أصحابها طرحها بشكل مباشر، خصوصا مع حالة التضييق على المجال العام. وبالنسبة لقطاع من المصريين، قاع الهامور مش مجرد صفحة ترفيهية، ولكنه انعكاس لحالة من الغضب والاحتقان تجاه الأوضاع القائمة. وفي المقابل بيظل التحدي الحقيقي هو التمييز بين النقد والسخرية من جهة، وما بين نشر الشائعات والمعلومات غير الموثوقة من جهة أخرى. وفي النهاية بيثبت الترند أن السخرية المصرية لا تزال واحدة من أهم أدوات التعبير الشعبي، وأن الإفيه أحيانا بيكون رسالة سياسية واجتماعية بصوت أعلى من كلام المباشر. طبعا السخرية لما بتتحول لصوت، قاع الهامور مش مجرد سبونج بوب وكوميكس وضحك، المسألة أعمق من كده بكتير. لما ملايين المصريين يدخلوا مساحة افتراضية في أيام قليلة ويحطوا فيها شكاوى عن الغلاء والسكن والشغل والخدمات، وبعدين تبدأ السخرية تمتد للسياسة، فده معناه إن المواطن بيدور على مساحة يقول فيها اللي مش قادر يقوله بشكل مباشر. بنروح مع حضراتكم لخبر أخير ومهم جدا. الناشط مؤمن أشرف عبر صفحته على الفيسبوك نشر صور عن فض اعتصام رابعة بتظهر لأول مرة، بيقول فيها: المنشور ده مش عشان فساد، ولو مش هتقدر تفتح الصور بلاش. صور لأول مرة تطلع عن فض رابعة من تليفون مساعد كامل الوزير وقتها، مش منشورة في أي مكان قبل كده. ومؤمن بيؤكد أن وزير النظام كامل الوزير كان مدير إدارة المهندسين العسكريين وقت فض ميدان رابعة، وكل معدات الفض كانت تبع المهندسين. كامل اللي مطلعها ومجهزها كلها. لما خلصوا المصور العسكري نزل مع القائد بتاعه وصوروا الإنجاز العظيم بتاعهم. وأضاف مؤمن أن أي جهة تحقيق أو استقصاء محتاجة تفاصيل هو مستعد أن يرسل كافة الصور والتفاصيل الخاصة بذلك. يمكن حضراتكم شفتوا الصور. هذه الصور الأجيال والناس اللي ما شافتهاش أو ما حضرتش الفض أو بتكذب الكلام لازم تشوفها وتعرف مين المجرمين اللي قتلوا ولادنا في ميدان رابعة وكل ميادين مصر. احنا بنقول وبنأكد ان هيجي يوم، والله نحن على ثقة ان هيجي اليوم اللي رب سبحانه وتعالى كاتبه وهيتحاسبوا، والحق هيرجع لأهله وهيرجع للشعب المصري المخطوف. عدى 13 سنة على فض ميدان رابعة، نعم، وناس كتير بتكذب وناس كتير بتقول بطلعت شائعات على ميدان رابعة وعلى الناس الشرفاء اللي ضحوا بأرواحهم وأبنائهم في هذا الميدان علشان يدافعوا عن صورة مصر ويدافعوا عن أمل المصريين وحلمهم في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وفي اختيارهم الحر لرئيس مصري منتخب بإرادة شعبية حرة. لكن أبى العسكر وأبت منظمات أخرى، وأبت للأسف حكومات مش عايزة تشوف لمصر نهضة، مش عايزة تشوف إن الشعب المصري بيزرع بإيده وبياكل من اللي بيزرعه، ومصر بتمتلك سلاحها وغذائها ودوائها. ما كانش عايز يشوف ده، ولذلك للأسف كانت مجزرة رابعة العدوية والنهضة وكل ميادين مصر.